أنظمة السلامة المتقدمة ومساعدات السائق اللي هي بنسميها الADAS. أول نظام فيها هو الAEB اللي هو الautonomous emergency braking أو الفرملة الذاتية الطارئة، وده بيفرمل لوحده إذا شاف خطر قدامك وأنت ما اتفاعلتش. نظام الFCW اللي هو الforward collision warning، وده نظام تحذير التصادم الأمامي، هو عبارة عن إنذار بيحذرك بصوت أو ضوء إذا كان في خطر اصطدام قدامك. الLDW اللي هو الland departure warning، ده نظام تحذير الخروج عن المسار، وظيفته بيحذرك إذا خرجت عن مسارك من غير ما تشغل الإشارة. نظام الLKA أو ساعات بيتقال عليه LKS اللي هو الLane Keeping Assist أو الLane Keeping System، ده نظام مساعدة البقاء في المسار، وهو بيحرك عجلة القيادة ويظبطها علشان يرجعك لمسارك تاني إذا بدأت تخرج عنه. نظام الBLIS اللي هو السبوت انفورميشن سيستم، وده نظام مراقبة النقطة العمياء، وظيفته ان هو بيحذرك ويديك انذار بضوء في المراية اذا كان في عربية في النقطة العمياء وانت مش شايفها. الRCTA اللي هو الرير كروس ترافيك اليرت، وده نظام تنبيه المرور الخلفي، وظيفته انه بيحذرك لما تكون راجع للخلف وفي عربية جاية من وراك من اليمين او من الشمال، واللي يفترض انك لو فضلت راجع هتخبطها. الBSM او الBSD اللي هو سبوت مونيتورنج ديتكشن، ده نظام كشف النقطة العمياء، هو شبه نظام الBLIS بس بيزيد عنه ان الانذار بيظهر لك على الشاشة فيديو للعربية اللي هتبقى وراك سواء جايه من الجنب وانت بتتحرك او انت ثابت وهي بتتحرك. نظام الACC اللي هو الادابتيف كروز كنترول، وده اسمه مثبت السرعه التكيفي، بيثبت السرعه اللي انت عايزها وبيبطئ لو العربيه اللي قدامك بطيئه وبيسرع لو العربيه اللي قدامك سرعت. نظام الHUD اللي هو هيد اب ديسبلاي، هو عباره عن شاشه العرض الامامي بيعرض معلومات مهمه زي السرعه على ازاز العربيه قدامك عشان ما تشيلش عينك عن الطريق. نظام الTPMS اللي هو التاير بريشر مونيتورنج سيستم، وده نظام مراقبه ضغط الاطارات، بيقول لك ضغط الكاوتش ناقص ولا لا، والنوع اللي موجود دلوقتي احدث بيجيب لك على الشاشه ضغط كل فرده كام ودرجه حرارتها كمان كام. الDMS اللي هو الدرايفر مونيتورنج سيستم، وده نظام مراقبه السائق، وظيفته انه بيتاكد انك واعي ومصحصح للطريق، ولو حس انك قفلت عينيك فتره اكتر من 3 ثواني بيديك انذار. نظام الTJA اللي هو ترافيك جام اسيست، وده اللي هو نظام مساعد الزحام، وهو نظام بيشتغل في الزحمه وبيتحكم في الفرامل والتوجيه لحد ما الزحمه تخلص، وهو مزيج من الACC والLKA. نظام الRSA اللي هو الرود ساين اسيست، وده مساعد اشارات المرور، بيقرا اشارات الطريق زي علامات السرعه وبيعرضها لك على الشاشه او على الHUD. الHAC هو اختصار هيل ديسنت كنترول، وهو نظام التحكم في النزول من المنحدرات، بيسيطر على سرعه النزول من الجبال او الاماكن المايله من غير ما تفرمل. الDOW اللي هو الدور اوبن وورنينج، ده نظام تحذير لفتح الباب، بيحذرك اذا انت او اللي جنبك او الناس اللي راكبه ورا او اي حد حاول يفتح الباب وفي عربيه جايه من ورا. والنوع الاحدث اللي بينزل حاليا بيمنع فتح الابواب اصلا طول ما في خطر او عربيه جايه، والكلام ده منفصل لكل باب لوحده. ال 360 كام، وهي عباره عن كاميرا 360 درجه بتوري لك كل اللي حواليك، العربيه بتجي لك بزاويه 360 درجه عشان تساعدك في الركنه. نظام الBCR، وده اختصار لبيدسترين كوليجن وورنينج افويدنس، هو نظام تحذير الاصطدام بالمشاة، ووظيفته ان هو بيشوف المشاة ويحذرك ويديك انذار او حتى يفرمل لوحده اذا كان في خطر اصطدام في النسخه الحديثه. نظام الIM اللي هو الايموبلايزر، وده نظام حمايه من السرقه، هو عباره عن نظام بيمنع محرك العربيه انه يشتغل الا بالمفتاح الاصلي بتاعه. الCTA اختصار كروس ترافيك اليرت، امامي وخلفي، وده نظام تنبيه المرور المتقاطع، بيشوف العربيات اللي بتمر قدامك او وراك بشكل معترض وانت خارج من موقف وبيديك انذار، وفي النسخ الحديثه بقى بيفرمل العربيه كمان.